السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. شكرا لأجمل عيلة وأحلى اخوات. ربنا يبارك فيكم جميعا. شكرا على الكومنتات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي. شكرا لكل حد دعا دعوة حلوة لماما وسأل عليها. ربنا يبارك لكم جميعا يا رب. شكرا لكم كلكم واهلا وسهلا لكل اللي انضم لينا جديد. انتوا على راسي من فوق والله، نورتوني وشرفتوني. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسوش تحطوا لي اللايك، تنسوش تحطوا اللايك، أمان عليكم، لأن هو ده اللي بيساعد على انتشار الفيديو. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. تعالوا بقى الفيديو بتاع النهارده وشوفوا الشتاء اللي هجم علينا مرة واحدة. بصوا الشتاء دخل علينا مرة واحدة فجأة كده، يعني أنا جاية عند ماما من الصيف الشتاء جه عليهم وأنا قاعدة عندها. بصوا النهارده اليوم بتاعنا عامل ازاي، شتا وهوا بقى ونطرة بصوا المنظر أوام فجأة كده، سبحان الله. مقلب الأحوال. ربنا يجعلها يا رب فرج وساعة استجابة لينا للدعاء يا رب. طالما بقى في نطرة وفي شتا يبقى في ايه، حلة محشي حلوة. الحمد لله ماما عندها خير ربنا، كل حاجة موجودة عندها في الفريزر. قلت بقى طالما في بقى الأجواء دي أنا بحب بنعمل فيها ايه بقى، حلة المحشي الحلوة بتاعتنا وملوخية بقى كده والفرخة المحمرة. وما اقولكوش، آه، جبت طلعت من الفريزر الكرنب. ماما سلقاه نص سلقه كده وبتقطعه على قد الحشو على طول. وطلعت كمان الطماطم من الفريزر، سبتها برضو تفك في الميه. وبعدت بس جبت من تحت وهي الخضره، وبعدت جبت ملوخيه بس. هنضف بقى الحمد لله. الخضره سعرها نزل شويه، يعني كانت الاول الحزمه ب2 جنيه، مش عارفه تقريبا النهارده جايبين الخمس حزم ب5 جنيه أو 6 ب5 جنيه تقريبا. لأن اللي نزل جاب الطلبات ياسين ابني وروان بنت أختي. بصراحة لما بطلب منهم حاجة ما بيتأخروش، لأن كده كده السوق قريب مننا مش بعيد. وهم بيحبوا يعني حاطين مراخيرهم في كل حاجة بيسوقوا يلا الحمد لله. بص انا قاعده هنا احضر الاكل. انا بحب ان انا احضر اكلي الاول قبل ما اقف في المطبخ، عشان لما اقف اعمل الاكل بتبقى حاجتي كلها جاهزه. فرشت حفظ يعني فرشه كده على الحافظه في الصاله. وقعدت عشان انضف الخضره بتاعتي وانضف بقيه الخضار بتاعي. بس لو تلاحظوا كده طول ما انا قاعده عماله ازعق ازعق، لان هم اصلا العيال مش سايبيني في حالي. كل شويه يجروا من هنا ويجروا من هنا. ولا خوخه دي موال تاني. خوخة منقرة جدًا. لو اسيبها لكم مرة معايا في الفيديو هتشوفوا على اللي بتعملوا فيّا. انضّف الخضرة بقى وهاقوم انقعها. باحط عليها كمان معلقة خل كده، بانقعها بمعلقة خل واشطفها شطفتين 3. وبعد كده ابقى طلعت الصفّ. وهاقطّف الملوخية كمان وهاغسلها. هي اسمها أقطّف والّا أرطف؟ مش عارفة، أنا باقول عليها أقطّف. المهم أقطّف الملوخية وأقوم برضه أغسلها، بس الملوخية طبعًا ما باحطش عليها خل. هاغسلها واصفّيها واحضّر البصل بتاعي كمان. القوطة، لإن أنا باحب حاجتي كلّها تبقى جاهزة. هنا كنت صفّيت بقى الكرنب بتاعي فَك شوية، ما حطيتوش في المَيّة كتير عشان ما طعمه ما يروحش. طلّعته في المصفى يتصفّى، والخضرة كمان كنت غسلتها غسلة حلوة، طلّعتها تتصفّى. وهاغسل كمان الملوخية. الملوخية بقى جاية لكم بقى بحاجة كده مفاجأة، مش هاقول لكم أنا نشّفتها فين. تابعوا كده معايا وشوفوا أنا نشّفت الملوخية فين. بُصّوا هتنشّفوها مش هتاخد منكم دقيقة، مش ما تخافوش مش بالاستشوار بحاجة أجمد من كده. أنا نشّفت الملوخية في الغسالة. بُصّوا نشّفت الملوخية في الغسالة. جِبت كيس مخدة قديم من عند ماما، ما أنا كنت برضه مستعجلة عليها عايزة إيه، تكون ناشفة حلوة معايا عشان ألحق أخرّطها عشان ما تاخدش وقت. جِبت كيس مخدة قديم من عند ماما، قلبته كده على ضهره عشان الفتل والخياطة تبقى من برّه. عبّيت الملوخية كلّها في الكيس وربطته ربطة حلوة وحطيته في العصّارة. أنا حطيتها في الغسالة، في غسالة تانية جوّه، بس أنا باحب أحط في الغسالة أم روحين دي لإن عصرتها أقوى يعني. هتنشّف معايا الملوخية على طول. وما تخافوش ما فيش ريحة مسحوق ولا حاجة، لإن أنا شطفت العصارة الأول بمَيّة قبل ما أحط فيها الملوخية. والله طلعت معايا ناشفة وجميلة والله ولا فيها ريحة أي حاجة. وناشفة جدًا، لإن الملوخية لمّا بتبقى مش متنشفة كويس بتعمل ريم أبيض كده في الحلة لمّا بتيجي تعمليها تطبخيها يعني.
عايزة أقول لكم ماما كانت واقفة قدامي وأنا باعمل كده، وكانت بصوا هرياني بهدلة. انت مجنونة، انت بتعملي ايه؟ ملوخية اللي بتتحط في الغسالة وفي العصارة، انت بتوري كمان الناس ان انت مجنونة. قلت لها ماما ما تخافيش، دلوقتي هنشرها كمان، ما تقلقيش يعني. والله ما كان فيها اي حاجة يعني، نشفت معايا وكانت مية مية. جيت خرطتها وكانت حلوة جدا معايا، ومفيش ريحة اي حاجة، لان احنا طبعا انا شاطفة الغسالة شاطفة حلوة، وما فيهاش ريحة مسحوق ولا حاجة. جربوها والله مش هتندموا. قعدت بقى خرطت الخضرة بتاعتي بعد ما صفت من المية. عايزة اقول لكم برضو والله ان ماما مش سايباني. عايزة تساعدني بأي طريقة، اقول لها يا ماما اقعدي ارتاحي، تقول لي انا عيانة في ايدي. انا العملية في عينيا مش في ايدي، بس هو بصراحة غلط عليها اصلا. يعني الدكتور كان منبه عليا ان هي ما ينفعش ان هي تقف قدام البوتاجاز او الحرارة. ما ينفعش تقعد في اضاءة عالية قوي. لو قعدت في اضاءة عالية قوي لازم تغطي عينيها. ما ينفعش الروايح البرفانات يعني، حاجة زي البصل كده ما ينفعش خالص، لان انتوا عارفين بيعمل ايه في العين. التراب الأتربة يعني كل ده كان غلط عليها. حتى الانفعال كان منبه عليا، العصبية لا، لأن بيأثر طبعا على ضغط العين. تنام على الجنب اللي فيه العملية برضو لا، على جنب وشها اللي فيه العملية لا. بصراحة يعني انتوا عارفين العين زي كده بتبقى حساسة قوي، فغلط ان تعمل اي تصرف غلط لا قدر الله ممكن يتسبب لها في مشاكل. الحمد والشكر لله، ربنا يحفظها يا رب ويتمم شفاها على خير. هنا بقى كنت خرطت البصل و... وقمت ضربت القوطة وحطيت معاها قرنين فلفل كمان، قرنين فلفل حامي على رومي. وحطيت بقى التوابل، الكزبرة والملح والشطة والكمون، الفلفل الأسمر. بصوا بقى حطيت كمان رشة نعناع ناشف، لو عندك أخضر كمان حطي. في ناس بتحط ريحان، بس الريحانة تبقى ريحته قوية جدا وزعقة يعني، فاهمين؟ النعناع حلو بالنسبة كمان للكرنب، يعني ما بحبش ان انا احط النعناع ده مع البتنجان والكوسة. في الكرنب بتبقى ريحته جميلة جدا. وغسلت الرز اهو وصفيته كده، يعني انا حضرت حاجتي كلها، بطلع بقى احط حاجتي كلها كده في الصالة واقعد بقى ايه احشي. ماما كانت عايزة طبعا تساعدني وكده، انا قلت لها لا. بصوا عيالي مش مبطلين، اللي بيجري كده واللي بيجري كده. ما بقول لكم والله لو سبت لكم الكاميرا مفتوحة كده هتشوفوا ايه. مواهب. عملت كوبايتين شاي كده حلوين انا وماما. ماما هتقعد جنبي دلوقتي هنحكي سوا. احلى حاجه في الموضوع بصراحه اللمه. اللمه كده وتقعدوا تكلموا، بصوا تجيبوا من هنا وتجيبوا من هنا، مش بننم. مش بننم على حد. بس اللمه حلوه، والكلام مع امك حلو والله. ربنا يبارك في عمرها يا رب ويخليها لي، انا مش عارفه من غيرها والله العظيم اعمل ايه. ربنا يخليها لي ويبارك في عمرها يا رب. بصوا قعدت جنبي اهي. وخوخه بقى اللي كانت مجنناني دي عايزه تاكل مني الرز وعايزه تاكل مني الكرنب، وكل شويه تيجي تنكش لي في الحاجه وتجري. بصوا رجليها فين؟ في الجنب اهي. ولعت بقى على الفرخه اهي تتسلق، وكنت شايله معلقتين من التخديعه كده بحطهم على وش الكرنب عشان يخليه احمر وحلو. وهعمل كمان شويه رز بشعريه، قلت عشان لو ماما مش حابه برضو تاكل كرنب او ملهاش تقل عليه او ملهاش نفس ليه. عملت لها شويه رز بشعريه كده، وهعمل لها كمان لسان عصفور مع الملوخيه. انا كده كنت خلاص بقى لميت حاجتي كلها من الصاله الحمد لله. وعملت حله كمان كرنب دخلتها التلاجة. قلت نبقى نسويها في يوم تاني في اي وقت يعني، حتى لو من غير حاجه نسويها كده ونحطها سخنه الواحد ياكلها بتبقى حلوه والله. عارفين اللي بيأكل كده هي اللمه. والله لو حاطين ايه واللمه يعني، في لمه حلوه كده حواليكي تاكلي ويبقى ليكي نفس. حتى تلاحظوا الموضوع ده كمان في في العيال الصغيره، في الاطفال. يعني انت لو في البيت وحطيت لهم اكل وكده بيتمنعوا عليه. تعالوا روحوا عند حد او عند اختك، عند اهلك، عند والدتك، وفي بقى اولاد اخواتك وكده، وحطيتي اكل هم عيالك اصلا ما بياكلوهوش، ممكن يشبطوا ويقول لك هناكل عشان العيال اللي حواليهم. يعني فاهمين؟ هي اللمة والله العظيم بتأكل. ربنا ما يحرمنا منها يا رب، ويجعلها مفتوح، البيت ده مفتوح دايما بحسها، ويخليها لنا ويبارك في عمرها يا رب، ويشفيها ويشفي كل مريض. على رأي اللي بيقول اللي من غير أم حاله يغم. الحمد والشكر لله. هي اللي ليا والله، بحب أتكلم معاها وبحكي معاها، لأن هي الوحيدة ستر وغطى عليا ويعني ما أمنش لحد على سر غيرها. هعمل لها كمان شوية اللسان العصفور، وكفاية كفاية الدعوة الحلوة اللي بكسبها منها بصراحة ربنا.
يعني الحمد والشكر لله إن أنا ربنا راضي عليّا إن أنا اللي أخدمها وأنا اللي أشيلها و وتدعي لي دعوة حلوة تقعد لي، أحسن ما تدعي عليّا. إحنا 4 بنات الحمد لله، بس ربنا أراد إن أنا اللي أشيل أمي وأخدمها، يعني ظروفي مساعداني إن أنا أقعد معاها، غير ظروف إخواتي التانيين. كل واحدة بقى بيبقى ليها ظروفها الخاصة بيها وغصبٍ عنها إنها ما تقدرش تكون متواجدة معانا، ممكن لو هتيجي زيارة بس، لكن إنها تقعد معانا فترة طويلة ما بتقدرش. بس في أخت كمان ليّا اللي هي أم خوخة ديّة وأم روان، هي معاها 4 عيال، فكتّر خيرها يعني، هي ساكنة في البيت اللي في وشنا على طول، بتطلع صراحة بتقعد معايا وبتونسنا، ولو هي مش موجودة بتسيب لي روان لو برضه هتساعدني في حاجة، عايزة تجيب لي طلب. وخوخة بقى اللي مجنناني دي، منقرة أوي، عسولة والله العظيم باحبها، وبتحب ياسين موت. حطيت بقى الملوخية، ما حطيتش شوربة كتير، إحنا بنحب الملوخية تقيلة كده وبيبقى ليها عرق كده وأنتم بتطلّعوا وبتغمسوا كده ال اللقمة، حطيت الطشة بقى، بس أنا ما باشهقش والله وبتطلع حلوة. مين بيشهق لمّا بيعمل الملوخية؟ اللي بيشهق وهو بيعمل الملوخية يعرّفني، أكيد الريحة وصلت لكم. وادي طبليتنا الحلوة اللي بتلمّنا دايمًا. بُصّوا بقى الأكل وجماله، وريحة الملوخية وريحة المحشي بقى مع ريحة النطرة والشتا اللي شغال برّه، يا جماله يا جماله، خير المخلّل الجميل ده ماما اللي مخلّلاه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وكان خفيف عليكم. ما تنسوش بقى تكتبوا لي تعليق حلو وتحطوا لي اللايك. ربنا يبارك فيكم جميعًا يا رب، واشوفكم في فيديو جديد على خير في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.